بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. لايك بقى بشير وسبسكرايب الاكله في مطبخي. النهارده بقى معانا البيتزا، طريقه سهله جدا وعجينه هشه وقطنيه ولذيذه، هتعجبكم. احلى كتير من المحلات، احلى كتير من تشتروها، وفي نفس الوقت اوفر. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. معانا بقى المقادير: نص كيلو دقيق، هنزل عليه بربع معلقه ملح صغيره كده، ومعلقتين صغيرين لبن بودر، وكيس خميرة فورية اللي هو ال8 جرام، وهنزل ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة سكر. وممكن برضو تعملي اختبار للخميرة في كوباية، بس انا عارفة ان الخميرة كويسة فعملت كده. وهنزل بقى بالزبادية بتاعتي. وبصوا، انا عندي كوبايتين حطاهم جنبي، كوباية لبن وكوباية مية، بس انا عشان عندي لبن، لو ما عنديش لبن انا بستخدم دايما الزبادي والمية. هاخد بقى كوباية لبن اهو، وهشرب العجينة بالراحة. شربي بالراحة وحسب نوع الدقيق بتاعك، يعني انتي تنزلي ايه بالراحة، واحدة واحدة كده. هنزل بحبة مية اهو بالراحة كده، يعني ايه، لما احس ان هي مش يعني خلاص قربت تتلم كده، ما كترش مية، واحدة واحدة عشان ما تطراش معايا. وعادي لو طارت معاكي برضو بتحطي حبة دقيق. هنعجن كويس بقى اهو، خدت معايا كوباية وربع بالظبط. بس انتي بالراحة حسب نوع الدقيق، يعني انتي برضو ما تحطيش كده غير لما تأكدي من نوع الدقيق. هنفضل نعجن كده. عندي معلقة زيت، هتلم بقى العجينة حلو، وتفضلي تعجني حوالي ربع ساعة كده. اهم حاجة في المخبوزات العجن، اما تحسي ان انا مش بخليها ناشفة كتير عجينة البيتزا عشان تبقى طرية معايا. تفضلي بقى تعجني وتلتي كده حوالي ربع ساعة اهو. شايفين العجينة عاملة معايا ازاي؟ ما شاء الله اتلمت خالص. هي بتشبط بس في نفس الوقت انا عايزاها طرية كده. بس بصوا عاملة ازاي معايا اهي. هحط لها حبة زيت من على وشها كده، وهسيبها بقى في مكان دافئ كده تخمر. هجيب بقى عندي الخضار، فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. هقطعه بقى شرايح زي ما انتم شايفين كده صغيرة. لو انتي حابة بقى تقطعيه اللي هي الطرنشات الكبيرة دي، الشرايح الكبيرة، بس انا عشان اولادي بيطلعوا الخضار من الاكل، فبحاول يعني ايه ادخلهم الحاجة من غير ما يحسوا. بتبقى صغيرة كده، وفي تحت الجبن وكده مش بتبقى باينة قوي يعني. بس انتي التقطيع ده حاجة ترجعلك انتي. هقطع بقى هو اخضر واحمر واصفر. جيبي نص كيلو وجربي كده فيه. موضوع سهل جدا، حاجة نظيفة عاملاها بايدك، اوفر كتير ما بتشتريها من بره. يعني تيجي تشتري بيتزا من بره بكام، وغير ما مش بيبقى يعني غير ما بتعمليه في البيت خالص. جربي حاجة البيت مش هتحبي اي حاجة من بره بعد كده. وما تخافيش تجربي، مرة هتطلع كده ومرة كده، هتلاقي نفسك انتي خلاص اتعودتي على اكل البيت. هجيب بقى الطماطم، هشيل القلب بتاعها كده عشان ما تعمليش مية في البيتزا. وهقطعها برضو، انا هقطعها، انتي عايزة تقطعيها شرايح كبيرة براحتك، انا بقطعها ايه كلها نفس القطع الصغيرة كده. خلصنا بقى. عندي هنا صدوق، ببقى حاطاه في الفريزر كده، وبطلعه بقى اقطعه شرايح رفيعة. عندي بسطرمة، عندي جبنة تركي، زيتون، شرايح كده. بصي، ممكن بالصدق بس او بسطرمة بس، الموجود عندك يعني، ما توقفيش نفسك. وممكن على فكرة بأقل كمية، يعني انا مش هعمل الكمية اللي انتوا قدامكم دي كلها، حسب الحشو اللي انت عايزاه ايه. خلصنا الكمية معانا. دول حوالي تمن كده الذوق، بس مش هعمله كله. عندي بقى صلصة، على معلقتين كاتشب، صلصة اللي هي الأكياس دي. هجيب معلقة زيت على النار، واحط عليهم فلفل، هقلبهم كده
دي صلصة يعني بسيطة خالص، يعني هنعمل كل مرة صلصة مختلفة مع بعض. بس دي لو مستعجلة وحاجة بسيطة سهلة جدا، صلصة على كاتشب بس كده. هننزل بقى بربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل صغننة خالص كده، حرف المعلقة، و... وسكر ربع معلقة برضو. وهنقلبهم كده تقلبتين. هنطفي بقى عليها. شايفين بقى ما شاء الله، الله اكبر، العجينة عاملة ازاي؟ شايفين منظرها؟ خفيفة جدا وقطنية وهشة، وتلاقي ملمس العجين في ايدك كده. جربيها واكتبيلي كده في التعليقات. شايفين؟ سيبيها وقت حلو برضو لما تحسي انها خمرت معاكي خالص. اهي. هسيبها بقى كمان ترتفع عشان اعرف افردها. هجيب صينية بقى ادهنها بالزيت. وعلى الرخامة بقى هفرش دقيق، وهنزل بقى بصوا انا ببقى عاملاها، انتي ممكن حسب الصواني اللي عندك. الصينية دي حوالي مقاس 40، فانا بشوف ان كمية نص كيلو دي حلوة عليها، يعني بتبقى وجبة وفي نفس الوقت حلوة يعني. لو حابة بقى ان انتي تخليها خفيفة، ممكن تعملي حسب الصواني اللي عندك يعني. يعني انتي لو عندك صواني البيتزا الصغيرة، هتقسمي العجين ده النص كيلو ده على حسب كام صينية عندك. انا الصينية اللي عندي الكبيرة دي مقاس 40، فبعمل فيها وممكن تاخد اقل من نص كيلو، بس انا بحبها يعني مش خفيفة جامد. هنزل بقى اهو. وممكن افردها في الصينية، بس انا بحب افردها الاول قبل ما احطها، واسويها بالراحة كده في الصينية. هسكنها بالراحة كده. اجيب شوكة بقى عشان هي طبعا بترتفع خالص، واجيب شوكة عشان متبقاش عالية جامد. عندي بقى الصلصة بتاعتي بردت اهي، هنزل بيها. تفردي كده بقى الصلصة. ولو عندك فرشة هتسهل طبعا عليك اكتر. هجيب بقى رشة جبن بسيطة كده، موتزاريلا. هنزل بقى بالصدوق بتاعي. هرصه في الصينية كلها كده. العجينة بجد حاجة كده ملمسها ناعم قوي. تحسي ان انتي بتشكليها كده ان هي خفيفة قوي، يعني تحسي بيها قبل كمان ما تطيب، هتحسي بقد ايه هي هشة وخفيفة وقطنية معاكي. انا سبت من الصدور، يعني اعتبر عملت نصه او اقل كمان، يعني اي كمية عندك مش شرط. انا بحب الصدوق مع البسطرمة، في ناس تحبها صدوق بس بسطرمة بس، اي حشوة تاني. احنا كل مرة هنعمل حشوة، يعني حشوة جديدة مع بعض ان شاء الله. هنزل بقى بالزيتون اهو. هنزل برضو بالطماطم، الفلفل الوان. الجبنة التركي اهي. هنزل بقى من الموتزاريلا، ولو عندك بقى شيدر، يعني الجبنة المتاحة عندك. موتزاريلا بس. انا كان عندي تركي في التلاجة، وعندي موتزاريلا. موتزاريلا طبعا شيء اساسي في البيتزا. وهي بقى على رف اوسط كده على درجة حرارة متوسطة. لما بحس ان هي خدت لون من تحت، بولع عليها الشواية. وزي ما انتم شايفين اهي، انا خدت حوالي ربع ساعة في الفرن. طلعتها هقطعها اهو معاكم. شايفين يعني؟ بصوا هشاشان وطراوة في العجينة.
بصوا العجينة عاملة ازاي معايا، مش ناشفة ولا حاجة. شايفين ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. والحشوة دي برضو ممكن يعني ممكن كمان من غير صدوق وبسطرمة، بتبقى خضار بس مع جبن كده. جربوها وقولي رأيكم في التعليقات. هتوحشوني قوي. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.